اهلا بك يا صديقي في اجدد واجمد افلام الحروب. عاوز اقول لك يا صديقي ان فيلم النهارده بيتكلم عن قصه حقيقيه حصلت مع الجيش الهندي. في الاول خليني اقول لك شويه حقائق عشان ما نتوهش من بعض في الفيلم. انجلترا كانت محتله الهند، والكلام ده استمر لسنه 1947 لما الهند نالت استقلالها بشكل رسمي. بس طبعا زي اي محتل خبيث، انجلترا تعمدت انها ترسل الحدود بين الهند وباكستان بطريقه مش واضحه، وده اللي خلى باكستان تطالب بحقها في مدينه كشمير الحدوديه. بس هي ما طلبتش بيها بطريقه سلميه يعني، وفضل الجنود الباكستانيين يهجموا على الحدود الهنديه لحد ما بدأت حرب رسميه بين الهند وباكستان سنه 1965. في الحرب دي الجيش الباكستاني كان متمرس وقدر انه يهزم الهند ويعلن سيطرة بلاده على مدينة كشمير. بس الهند ما سكتتش وطورت سلاح جوي بحيث يبقى عندهم طيارين مقاتلين وطيارات مقاتلة على اعلى مستوى، وحطوا على الجيش الهندي وخلوهم مش قادرين يتحركوا. وطبعا التطور الكبير ده في الجيش خلى كفة الهند اقوى بكتير من باكستان، اللي ما لقيتش قدامها حل غير انها توقع اتفاقية وقف اطلاق النار في المناطق الحدودية عشان ما حدش عارف يعمل حاجة مع الطيارين الهنود. بس طبعا الدنيا ما فضلتش رايقه كده كتير، وده لان سنه 71 رجعت الحرب تاني بين الهند وباكستان. بس المره دي الجيش الباكستاني كان اتعلم الدرس وعرف ان عدوه الاكبر هو السلاح الجوي الهندي، فبداوا الحرب بقصف القواعد الجويه الهنديه عشان الهند ما تعرفش تتحرك. وحرب سنة 71 دي اتعرفت بحرب بنجلاديش علشان البلدين كانوا بيحاربوا بعض على مين اللي يحتلها. ومن هنا صديقي بيبدأ فيلمنا سنة 71 بالتحديد يوم 3 ديسمبر سنة 71، وده اليوم اللي طيارين الباكستانيين قصفوا فيه قاعدة جوية هندية، وكابتن القاعدة طلع بسرعة علشان يشغل أسلحة الدفاع الجوي اللي عنده، واللي قدرت انها تخلص على اكتر من طيارة باكستانية، لكن كان بعد ما خسر تقريبا كل الطيارات بتاعته. بعدها اتصل الكابتن بقائد السلاح اوجع وبلغه بالهجوم اللي حصل عليهم، وانه دمر اكتر من طيارة باكستانية وقدر انه يقبض على طيار باكستاني. بيروح اوجع بسرعة على المكان اللي الطيار الباكستاني ممسوك فيه، وبيطلب من رجالته انهم يفكوا الطيار الباكستاني لان ده في الاول وفي الاخر جندي كان بيحارب لمصلحة بلده. وبيبدأ معاه اوجع تحقيق وبيعرف ان اسمه امجد حسين، وبيقول له تحب تشرب ايه يا امجد؟ فبيقول له انه عايز بس سجارة مش اكتر. بس بيستغرب اوجع ان حسين معاه نشان من الجوية الباكستانية عن مجهوداته في حرب 65، وده لان في الحرب دي بالذات السلاح الجوي الهندي علم عليهم لحد ما خلاهم يمضوا اتفاقية وقف اطلاق النار. فبيقول له حسين انا هحكي لك بالظبط انا خدت النشان ده ليه. وبنرجع بقى يا صديقي لسنة 1965 وقت الحرب الهندية الباكستانية لما كانت في قوتها. في الوقت ده كان اوجع كابتن في سلاح الجو الهندي ومسؤول عن تدريب طيارين مقاتلين اسمهم التايجرز، ودول اقوى طيارين مقاتلين في الهند. وطبعا التدريبات بتاعتهم كانت شاقة جدا، ووجع بيدربهم على مناورات خطيرة وعلى ارتفاعات عالية جدا. واكتر واحد مميز في المناورات دي كان طيار اسمه تابي، وده بقى كان عنده استعداد حرفيا يعمل اي حاجة علشان يكسب اي مناورة في التدريب. بعد التدريب القائد بيستدعي اوجع لمكتبه وبيسأله عن التدريبات ماشية ازاي ومدى تطور الطيارين الهنود. بعدها بيقول لي اوجع خلي بالك الباكستانيين هجموا على قاعدة جوية جديدة بطيارات أقوى وأسرع وحققوا مكاسب كتير من الهجوم ده. اوجع اتصدم لما سمع الكلام ده وقال للقائد بتاعه ما دي طيارات حديث، حتى الطيارات اللي عندنا مش هتقدر تعمل معاها حاجة، احنا المفروض نشتري طيارات حديثة عشان شكلنا كده داخلين على حرب. بس القائد بتاعه قال له ان اصلا طيارات ستار سترايك اللي عند باكستان دي هدية من امريكا لباكستان، وان ميزانية الجيش الهندي اقل بكتير من انها تشتري طيارات زي دي ولا حتى تصينها لو حصل فيها حاجة. بيرجع بعدها اوجع يدي محاضرة نظرية للطيارين بتوعه وبيشرح لهم كل حاجة عن طيارة باكستان الجديدة، وبيقول لهم ان الرك على الطيار مش على الطيارة، وحتى لو احنا طياراتنا قديمة وبطيئة بس لو اللي طاير بيها شجاع وبيفهم هيعمل بيها احلى شغل. بعدها بقى بيبلغوا القائد بتاعه ان باكستان عملت هجمة جوية جديدة، بس المرة دي على منطقة اسمها أكنور، ودي كارثة لان دي مش منطقة حدودية اصلا. يعني كده من الاخر باكستان بتوسع هجومها وشكل كده نيتها المرة دي كبيرة. بيطلب القائد من اوجع انه ياخد معاه طيار تاني ويروحوا يستكشفوا الحدود ويعرفوا ايه الانشطة اللي بتتعمل من الجانب الباكستاني ويبلغوا بيها. وبيوضح لاوجع ان دي مجرد طلعة استكشافية وممنوع انه يشتبك. وفعلا تاني يوم بيطير اوجع ومعاه تابي في الطيارة التانية وبيطلعوا على الحدود، بس تابي حس ان في حاجة غلط، وده لانه شاف كام قطر كده موجود على الحدود ومحدش منهم بيتحرك.
بس عشان يستكشفوا أكتر كان لازم يعدوا الحدود، وطبعا ده المفروض إنه ما يحصلش، بس أوجا قرر إنه يكسر كل الأوامر وعدى الحدود مع تابي. وبعد ما قللوا ارتفاعهم اكتشفوا إن القطر ده عليه سلاح باكستان بتنقله عشان تكمل حربها على الهند. أوجا نسي كل التعليمات وبدأ المناورة وبدأ يقصف القطر بالأسلحة اللي عليه، وطبعا الجنود الباكستانيين ردوا الهجوم وبدأوا يضربوا على أوجا اللي كان جامد وقدر إنه يبعد عن كل الضرب، وخد تابي وراه وقال له أول ما اديلك الأمر بالضرب اضرب. وفعلا تابي كان شجاع واخد موضع كويس في الجو وبدأ يقصف كل القطر اللي عليه السلاح لحد ما دمره، وطلب بعدها من تابي انه ينهي الاشتباكات ويرجع معاه للحدود الهندية، لانهم كده خلصوا مهمتهم ودمروا كل الاسلحة اللي كانت منقولة على الحدود عشان تشارك في الحرب على الهند. بس المشكلة بقى ان في طريق الرجوع الدفاع الجوي الباكستاني رصد طيارة أوجا وتابي وضربوا عليهم صاروخين. أوجا طبعا كان خبرة وعلى وضعه وبدأ على طول يعمل المناورة ولف حوالين صخرة وساب الصاروخ يخبط في الصخرة، بس المشكلة ان تابي كان بيهرب من الصاروخ اللي اتضرب عليه وده خلاه يطلع لارتفاع عالي جدا، وده بيهدد الطيارة انها تخسر كل الوقود اللي فيها. عشان كده كان لازم أوجا يتدخل وراح ضرب صاروخ من طيارته على الصاروخ اللي كان مضروب على تابي ودمر الصاروخ وقدر انه ينقذه. بعد المهمة دي بقى بيرجع تابي البيت وبيفضل يحكي لمراته الحامل قد ايه هو جامد جدا وازاي انقذ أوجا، بس هي طبعا كانت عارفة انه بيصيع عليها وانه اكيد ما عملش كل ده يعني. انما بقى أوجا فراح يقابل القائد بتاعه اللي كان متعصب وجايب اخره وقال له انا اديتك اوامر ان مفيش اشتباك بس انت كسرت الاوامر، ودلوقتي طيارة تابي حصل فيها كسر واحنا مش معانا فلوس نصلح الطيارة دي، يعني الطلعة اللي انت طلعتها خسرتنا اكتر ما كسبنا منها. بيطلع أوجا صور القطر والأسلحة اللي كانت عليه وبيحاول يقنع القائد بتاعه إنه عمل كده عشان يحمي الهند، وإن السلاح ده لو كان وصل للجيش اللي على الحدود كانت الهند هتخسر كتير. بس القائد بيهزقه وبيقول له إحنا حكومتنا من أول الحرب ماشية بسياسة طلب السلام، واللي أنت بتعمله ده مش نافع معانا، ولو كسرت الأوامر تاني هحطك في السجن. في الحقيقة كل ده ما كانش فارق مع أوجا اللي كان مشغول ليه الجيش الهندي بينقل كل الأسلحة دي للحدود، ده معناه إنهم ناويين يوسعوا الهجوم بتاعهم. عشان كده حط أوجا خطة الدفاع وراح عشان يناقشها مع القائد بتاعه وقال له احنا لازم نجيب معدات رؤية ليلية ونظبط خطوط دفاعنا، لأن كمية السلاح اللي أنا شفتها دي معناها إن باكستان هتضرب ضربة كبيرة قريب. بس القائد طرده من المكتب وقال له ارجع قاعدتك الجوية ومش عايز اسمع منك صوت تاني. فبيرجع أوجا يدي أوامره لمساعده ماهيتا وبيقول له يوزع المهام ازاي على الجنود. بس فجأة وقبل ما يكمل أوجا كلامه هاجم الطيران الباكستاني على القاعدة وبدأ القصف من كل مكان، واتصاب ماهيتا في القصف ده عشان ياخدوا أوجا ويجري بيه يستخبى، وبيطلب من باقي جنوده انهم يردوا الهجوم ويضربوا على الطيران الباكستاني. بس طبعا إصابة ماهيتا كانت خطيرة وكان خلاص بيموت على ايد أوجا اللي ما كانش مصدق انه مساعده مات وانه قاعد على الارض مش قادر حتى يصد الهجوم، وبيطلع يجري وسط النار والقصف اللي شغال وبياخد رجالته معاه وبيفضلوا يجروا لحد ما بيتصاب منهم واحد اسمه بانتر، وطبعا محدش بيقدر يعالجه ولا يساعده وبيموت على ايد أوجا اللي بيفضل مكمل هروب وهو شايف وراه كل الطيارات بتتقصف وبتتدمر، ده غير رجالته اللي بتموت. وبعد ما بتخلص الغارة وبيخسر أوجا كل حاجة بيحضر للجنازة العسكرية اللي بتتعمل للجنود الشجعان اللي ماتوا وهم بيدافعوا عن أرضهم. وبعدها بقى رئيس الهند بنفسه بيعمل اجتماع وبيقول احنا تبنينا سياسة السلام من أول يوم، بس اللي الجيش الباكستاني بيعمله ده وتدميره ل4 قواعد جوية معناه إعلان الحرب وإحنا هنرد على باكستان بأقصى قوة لينا. طبعا القائد بيروح يجمع كتيبة التايجرز وعلى رأسهم أوجا وبيقول لهم انتوا هتنفذوا هجوم عنيف على ال5 قواعد الباكستانية اللي على حدودنا عشان نشيلهم أكبر خسارة ممكنة. بس أوجا قالوا الخطة دي غلط، أصلا أهم قاعدة جوية مش على الحدود ولا حاجة، والدليل اسمع كده كلام الرئيس الباكستاني، قال إن الطيارين بتوعه خدوا نص ساعة لحد ما دمروا القواعد الهندية ورجعوا تاني، وده معناه إنهم جايين من مكان بعيد عن الحدود. وبناء على تحليل أوجا فالقاعدة الجوية الباكستانية السرية دي كانت موجودة في مدينة سارجودا اللي في وسط باكستان،
عشان كده هي دي القاعدة اللي لازم تتضرب، لأن دي اللي فيها كل الطيارات الأمريكية. طبعا القائد بيرفض وبيقول لأوجا احنا ما نقدرش ندخل لحد عمق باكستان من غير ما الدفاع الجوي يوقعنا، ده غير ان الطيارات بتاعتنا بعافية شوية والوقود اللي فيها مش هيوصلها للمسافة دي كلها. طبعا أوجا كان عبقري وحاطط خطة تخلي الطيارات يبقى معاها تانك وقود إضافي عشان تقدر تطير مسافات أبعد، وبيعرض الخطة على القائد وبيقول له ما تقلقش أنا عارف إننا هنعملها، وبيدي للقائد لسه بكل الطيارات الجاهزة للاشتباك، وبتنزل بعدها أسامي الطيارين اللي هيشتركوا في المعركة. بس تابي بيتصدم، وده لأنه بيلاقي نفسه مش مشارك في الهجوم، وبيدخل يتكلم مع أوجا وبيسأله أنت لسه بعدتني؟ أنا بتدرب طول عمري عشان أشارك في هجوم زي ده. بس تابي مش بيرد عليه. وتاني يوم الصبح قبل الشروق بتتحرك 12 طيارة هندية بالطيارين بتوعهم، وبيحذرهم أوجا إن الجبال والمرتفعات الكتير اللي هتقابلهم لما يقربوا من قاعدة سارجودا، وده غير إنها هتصعب عليهم الطيران إنما كمان هتقطع عنهم التواصل. عشان كده بيقول لهم أوجا إن التشكيلة هتبقى 8 طيارات في المقدمة عشان يهجموا، و4 طيارات يطلعوا في ظهرهم عشان يحموا الطيران من أي هجوم ممكن يحصل من وراهم. بس المشكلة إن بعد ما التواصل اتقطع مش بيشوف أوجا الطيارات ال4 اللي المفروض يأمنوا ظهرهم، فبيقول اللي معاه إن مفيش وقت يرجعوا ولازم يكملوا المهمة. وبيوصل الطيران أخيرا لقاعدة سارجودا، وبيبدأ أوجا القصف قبل ما الجيش الباكستاني يفهم أصلا إيه اللي بيحصل. وبيدي أوجا أوامر لطيار اسمه رينو وبيقول له دمر انت أسلحة الرادار والدفاع الجوي بتاعهم. إنما أوجا بقى فاستهدف كل الطيارات اللي كانت موجودة في المطار ونزل فيها قصف لحد ما دمرهم كلهم. بس قرر إنه يعمل مسح سريع لباقي القاعدة الجوية علشان أكيد لسه شايلين طيارات تانية في القاعدة. بس المشكلة إن الجنود الباكستانيين كانوا فاقوا من اللي هم فيه وبدأوا يردوا الضرب لحد ما أصابوا طيارة أوجا إصابة خفيفة. بس باقي طيارين التايجرز يقوموا معاهم بالواجب، وبيقدر أوجا إنه يدمر آخر طيارتين موجودين، وكمان بيدمر برج المراقبة ومسار الإقلاع، وبيحول القاعدة الجوية دي لمكان متفحم مفيش فيه حتة سليمة، وبياخد الطيارين اللي معاه وبيرجعوا القاعدة بتاعتهم تاني. وطبعا هناك كل الجنود بيستقبلوهم استقبال الأبطال. بس أوجا بيروح على طيارين التشكيلة اللي اختفوا وقال لهم انتوا جبنة خفتوا من الهجوم وما طلعتوش ورانا. بس واحد منهم بيقول انه مش ده اللي حصل، وانهم لما حاولوا يطلعوا تابي دخل بعربية على مسار الطيران وده حاجة بالرؤية عنهم، وبعدها طلع هو لوحده بطيارته اللي لسه ما تصلحتش اصلا ولحد دلوقتي ما رجعش. المشكلة بقى ان مرات تابي في الوقت ده كانت بتولد وبتبقى عايزة تعرف تابي ما رحلهاش المستشفى ليه. عشان كده بيطلب أوجا من كل الضباط اللي عنده في القاعدة الجوية انهم يبلغوه لو في اي طيارة وصلت. وطبعا القائد بقى كان على اخره وقال لأوجا انت ايه اللي خلاك تسيب تابي ده في القاعدة بتاعتك؟ دي مش اول مرة يغلط والمرة دي انا مش مسؤول عن اللي هيحصل له. المهم بقى يا صديقي ان بعدها بيجي اتصال تاني من المستشفى من مرات أوجا واللي راحت مع مرات تابي وهي بتولد، وبتقول لأوجا بلغ تابي انه جاله بنت وانها تحقق حلمه وتبقى اول طيارة مقاتلة في الهند. في اللحظة دي بتوصل برقية لأوجا تبلغه ان طيارة تابي اتضربت ووقعت وان الطيار محدش لقى جثته لحد دلوقتي عشان يتصدم أوجا وما يبقاش عارف يعمل ايه. وعايز اقولك ان اللي وقع طيارة تابي دي يبقى هو أمجد حسين، وده السبب اللي خلاه ياخد النشان اللي هو واخده ده. المهم يعني يا صديقي ان بعد اللي حصل ده اعلن رئيس باكستان وقف اطلاق النار بعد ما السلاح الجوي الهندي وكتيبة التايجرز انتصروا في الحرب. وبعدها ب4 شهور اتكرم أوجا ده لانه هو اللي حط الخطة، بس برضه كل ده ما كانش شغله، وده لانه كان عايز يسترجع جثة تابي. وبما ان دلوقتي الهند وباكستان في حالة سلام بيطلب أوجا من القائد بتاعه انه يضغط على باكستان عشان يرجعوا جثمان تابي، بس القائد بيقول له اننا مش عايزين صدامات دلوقتي. أوجا ضميره بيفضل مأنبه، وده بعد ما بيشوف شعار الجوية وانهم مش بيسيبوا حد في ظهرهم، ده غير مرات تابي اللي بتقول لأوجا انها كانت بتثق فيه وفاكراه اخ حقيقي لجوزها، بس الكلام ده خلاص اتغير بعد ما ساب جوزها وحتى ما رجعش جثمانه. المهم بقى صديقي تعال نرجع تاني لسنة 71 لما قبضت الهند على أمجد حسين، ودلوقتي ده طبعا عرف أوجا إن حسين ده هو اللي ضرب طيارة تابي. فبيقول له أوجا احكي لي شوية عن عيلتك يا حسين، مش بسألك عن السلاح والطيران اهو عشان ما تقوليش ممنوع اتكلم. فبيقول له حسين إن عنده ابنين ومتجوز، وبعدها بقى بيسأله أوجا عن اللي حصل يوم ما ضرب الطيارة الهندية. فبيقول له حسين إنك لما ضربت المطار وفكرت إنك دمرت كل الطيارات كان لسه في طيارة ما حصلهاش حاجة وطلعت بيها عشان أدمر أي حاجة من السرب بتاعك، بس فجأة لقيت طيارة داخلة عليا لوحدها في مرمى الضرب بتاعي، ضربتها ووقعت الطيارة، بس الطيار معرفش عنه حاجة محدش لقاه.
الكلام ده بيخلي اوجا يشك ان تعبي لسه عايش ومسجون في باكستان، فبيسأل حسين ليه ما دمرتش الطيارة وكملت عليها عشان تضمن ان الطيار بتاعنا مات. فبيقول له حسين انا كنت هعمل كده بس لولا الضرب اللي ضربته في ديل الطيارة. بيتصدم اوجا وبيقول له انت تقصد ان كان في طيار تاني في المكان؟ فبيقول له حسين انا كده اتكلمت كتير وما اقدرش اقول حاجة تاني. بيطلع بقى اوجا على القائد بتاعه وبيقول له خلي بالك الاعترافات دي بتدي احتمال ان تعبي لسه عايش ومسجون في باكستان. فبيقول له القائد انه ما يقدرش يعمل اي حاجة لحد ما يبقى قدامه دليل قاطع ان اللي حسين بيتكلم عليه ده هو تعبي. ده غير انه بيقول اصلا لاوجا ان حسين ده ممكن يبقى مؤلف القصة دي كلها، احنا ما عندناش اي دليل على صحة كلامه. فبيروح اوجا وبيجمع كل فرقة التايجرز تاني وبيفضل يسألهم عن اللي حصل يوم العملية وايه نوع الطيارة اللي تابي طلع بيها، وبيبقى من جواه حاسس ان تابي لسه عايش وانه مسجون في باكستان ودلوقتي مهمته انه يثبت الكلام ده. بيفضل اوجا يدور يمين وشمال ومش بيلاقي اي حاجة، فبيروح يزور مرات تعبي هي وبنتها وبيقول لها بصي في امل بسيط ان جوزك يبقى لسه عايش، بس انا لازم اضغط على الحكومة عشان توافق على قصة انهم يمشوا ورا قصته. وفعلا بيروح اوجا يقابل مسؤول يخليه يتوسط له ويكلم المارشال الهندي، وفعلا المارشال بيقابل اوجا وبيقول له بص من الاخر انت ما عندكش اي دليل على ان ده كان تعبي، وبعدين خلاص بقى كبر دماغك، الحوار عدى عليه سنين، انسى الموضوع احسن لك. فعلا اوجا بيحس انه مش قادر يعمل حاجة اكتر من كده، وبيفرج عن امجد حسين وبيقول له انا احسن منك، هخليك ترجع لاهلك عشان يعرفوا انت فين بدل ما يعيشوا عمرهم كله على امل انك عايش. وبيرجع البيت يجمع كل حاجة تخص تعبي وبيحاول ينسى اللي حصل، بس للأسف ضميره مش بيسيبه في حاله وبيفضل يفتكر كل ذكرياته مع تعبي وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وبتعدي السنين وبيقرر اوجا انه يسافر ويسيب الهند لان نفسيته بقت بايظة. بس في يوم كده صدفة بيجيله كتاب هدية عن ذكريات الحرب بين الهند وباكستان، وبيفضل يقرأ اوجا في الكتاب ده لحد ما بيلاقي صفحة بتتكلم عن طيار مقاتل هندي قدر انه يعرف عيب خطير في طيارات ستار سترايك الامريكية وبيعرف ازاي يهرب من الصواريخ بتاعتها. اول ما بيقرأ اوجا السطر ده بيتصدم، وده لان محدش يعرف المعلومة دي غير هو وتعبي، وده حصل لما اوجا ناور الصاروخ اللي ضرب عليهم لما عدوا الحدود. اللي حصل ده خلى اوجا متأكد ان تعبي لسه عايش، عشان كده بعت رسالة لوزير الدفاع الهندي اللي بلغ قائد سلاح الطيران انه يشوف القصة دي ويعمل مجلس استماع عشان يعرف بالظبط الأدلة وازاي يرجعوا تعبي لو لسه عايش او يكرمه لو مات، وده لان تعبي ما خدش ميدالية شجاعة زي باقي زمايله بما انه كسر الاوامر. بس الاول وقبل مجلس الاستماع ده بيسافر اوجا لندن عشان يقابل مؤلف كتاب تاريخ الحرب بين الهند وباكستان، وبيسأله انت عرفت ازاي قصة الطيار الهندي ده؟ فبيقولوا ان في طيار هندي قال له عن موضوع مناورة الصاروخ. بيطلع بعدها اوجا على شركة تصنيع طيارات ستار سترايك وبيسأل المدير التنفيذي بتاعها انت ليه غيرت تصميم الطيارة وخليت الصواريخ بتضرب بالأشعة تحت الحمراء مش بالإشعاع الحراري؟ فبيقولوا ان في طيار هندي عبقري قدر انه يوصل لطريقة للهروب من الصاروخ القديم، عشان كده كان لازم نطور سلاحنا. وبيروح بعدها اوجا يحضر مجلس الاستماع وبيقدم كل الكلام ده قدام القائد والمارشال اللي بيقولوا له كل ده جميل احنا مصدقينك، بس ازاي برضو تعبي عرف كل ده عن الطيارات؟ جاهز بقى للصدمة يا صديقي؟ بيقول لهم اوجا تعبي بنفسه هو اللي جاوب على السؤال ده. طبعا كله بيتصدم وبيقول له انت قابلت تعبي فعلا؟ فبيقول لهم لا طبعا، بس رحت زيارة لمدينة اندونا الباكستانية واللي عايش فيها امجد حسين الطيار اللي قال انه دمر طيارة تعبي. والمرة دي بقى بعد ما اطلقت سراحه ضميره انبه وقال لي انه فعلا خد طيارته بعد ما شاف طيارة هندية جاية لوحدها وضرب عليها الصاروخ الاول اللي نسبة نجاحه 100%، يعني اكيد هيدمر طيارة تعبي القديمة. بس الصدمة بقى ان تعبي قدر يعمل مناورة وهرب من الصاروخ بعد ما طلع لارتفاع عالي وقفل محرك الطيارة، وبكده بقى ورا طيارة امجد حسين، وعشان كده امجد حسين قال ان في طيارة ضربته من ورا. بعدها كمل تعبي المناورة بكل شجاعة، بدأ يقصف طيارة امجد حسين اللي قدر انه يستخدم تاني صاروخ معاه عشان يوقع طيارة تعبي اللي برضه قدر انه يهرب منها، وعشان كده بيتقال انه اكتشف ثغرة صاروخ الاشعاع الحراري. لحد كده كان تعبي يقدر يرجع الهند تاني لان الوقود اللي معاه يكفي، ده غير ان امجد حسين خلص صواريخه. بس تعبي كان شجاع وعرف ان امجد حسين عايز يضرب طيران اوجا بما ان مفيش تشكيلة تحمي ظهرهم، علشان كده عمل مناورة مفيش اي طيار عملها قبله وطلع بطيارته لأعلى ارتفاع ممكن يطلعها، وطبعا امجد حسين طلع وراه لحد ما دخل في الارتفاع الخطير. وقتها بقى لف تعبي الطيارة ودخل بيها في طيارة امجد حسين اللي قدر انه ينط من الطيارة قبل ما تنفجر. انما تعبي الشجاع فضل في طيارته لحد ما وقعت بيه لانها طيارة قديمة مش بتفتح عشان الطيار ينط منها،
بعد ما بيخلص تابي قصته بيقول للمجلس لو واحد زي ده ما خدش ميدالية الشجاعة يبقى ما حدش مننا يستحق ياخدها. هو غلط لما عصى الأوامر، بس هو عصاها لأنها كانت أوامر القائد الظالم اللي ما كانش عايزه يطلع الهجوم ده. وبيخلص أوجع كلامه وبيرجع يقعد مكانه مستني قرار اللجنة. فبيقوم القائد وبيقول أنا ما أقدرش أرجع في حكمي، وقرر النهاردة بعد السنين دي كلها إن تابي ياخد ميدالية الشجاعة، بس أنا هديله أعلى جايزة عسكرية عن شجاعته اللي عملها في المعركة. بيطير أوجع من الفرحة لما بيسمع الكلام ده، وبيبعت رسالة لامرأة تابي يحكي لها فيها عن كل اللي جوزها عمله وقد ايه أثر في صناعة الطيران الحربي. بعدها بقى بيروح باكستان يقابل أمجد حسين، وبيروح يزور قبر تابي، وهناك بيحط الميدالية على القبر، وهو بيقول لصاحبه إن تعبه ما راحش على الفاضي، وإن الهند كلها يا عيني هتعرف شجاعته وقتاله. بتتعمل حفلة عسكرية بتحضرها مرات أوجا وبنتها عشان يستلموا ميدالية أبوهم، وبتاخد البنت الميدالية تعلقها على صدر أوجا اللي حارب طول السنين دي كلها عشان ينقذ سمعة صاحبه اللي كان كله شايف إنه جندي متمرد عصى الأوامر، ومسكتش لحد ما جاب له أعلى وسام عسكري في الهند. وبس كده يا صديقي، أسيبك مع صور الطيارين الحقيقيين اللي شاركوا في المعركة دي، وهنا بيخلص فيلمنا. فما تنساش بقى لو الفيلم عجبك حط لايك، سيب كومنت جميل، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.